أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله من خلال الفيديو ده نحل مع بعض امتحان الهندسة لمحافظة بني سويف للترم الأول يناير 2025. هترككم مع الأستاذ محمد عبد الحليم لحل الامتحان. الرحيم. نحل مع بعض امتحان تالتة إعدادي محافظة بني سويف. أول سؤال بيقول القطران متعامدان فيه. طبعا القطران متعامدان يبقى في المعين على طول، يبقى أول إجابة والاختياري نمرة 1 المعين. نمرة 2 بيقول لي إذا كان جاء 15 يساوي جاتا 60 حيث س قياس زاوية حادة فإن س تساوي. طالما جاء زاوية يساوي جاتا الزاوية الثانية يبقى الزاوية الأولانية متممة للزاوية الثانية، يبقى مجموعهم 90. طب 15 وكم يديني 90؟ طبعا 15 و75 يبقى إجابة رقم 2 75. نمرة 3 بيقول لي حاصل ضرب الميلي المستقيمين المتعامدين. طبعا ده قانون، حاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين على طول يساوي -1. نمرة 4 مثلث متساوي الساقين قياس زاوية رأسه 50 فإن قياس زاويتي قاعدته. طبعا زاوية الرأس 50 هنطرحها من 180، 50 من 180 يبقى 130، 130 على 2 يبقى الإجابة 65 درجة. نمرة 5 إذا كان جتا س زائد 10 يساوي نص حيث س زائد 10 قياس زاوية حادة فإن س تساوي. طبعا أسأل نفسي إيه هي الزاوية اللي الجتا بتاعها نص؟ طبعا تبقى الزاوية 60، إذا س زائد 10 يساوي 60. طب يبقى س بكام؟ يبقى س على طول ب50. نمرة 6 البعد بين النقطتين، بين النقطة -3 و4 ونقطة الأصل دي طبعا بنجيبها بقانون البعد على طول. أقول الجذر التربيعي ل-3 ناقص 0 تربيع، طبعا هي -3 يبقى -3 تربيع زائد 4 تربيع يساوي 9 زائد 16 يساوي جذر 25 اللي هو ب5. نمرة 7 مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب إذا كان جا ج يساوي 3 على 5 فإن ظا أ تساوي. طبعا في الحالة دي عشان أحل صح أرسم المثلث. المثلث أ ب ج الزاوية القائمة ب بيقول لي جا ج يعني المقابل بتاع ج 3 على الوتر اللي هو 5 بيساوي 3 على 5. يبقى الضلع الثالث كامل اللي هو ب ج على طول الضلع الثالث من فيثاغورس يساوي 4. يبقى ظا أ هو عايز طالب مني ظا أ يبقى المقابل على المجاور، المقابل بتاع أ 4 والمجاور 3 يبقى الإجابة 4 على 3. نمرة 8 إذا كان المستقيم الذي معادلته ص زائد 2 س زائد يساوي ب يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات جزءا طوله 3 وحدات طول فإن ب تساوي. طبعا إذا كان يقطع محور السينات في يقطع منه 3 وحدات، إذا النقطة 3 و0 تنتمي للمستقيم. طيب إذا أعوض عن السين ب3 والصاد ب0 هتطلع لي قيمة الب، يبقى 0 زائد 2 في 3 يساوي ب، يبقى ب على طول هتساوي 6 يبقى الإجابة 6. نمرة 9 بيقول لي إذا كان س جا 60 يساوي جتا 45 جتا تربيع 45 فإن س تساوي. أقول له س جا 60 بكام؟ في جذر 3 على 2 يساوي جتا تربيع اللي هي 1 على جذر 2 الكل تربيع، يبقى س في جذر 3 على 2 يساوي نص، يبقى س هتساوي نص في
2 على جذر 3. الاتنين تروح مع الاتنين يبقى الإجابة 1 على جذر 3. نيجي للأسئلة المقالية. بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة س التي تحقق 2 جا س تساوي جا 30 جتا 60 زائد جتا 30 جا 60 حيث س قياس زاوية حادة. طبعا في الحالة دي بعوض عن كل زاوية بالقيمة النسبة المثلثية بتاعتها. يبقى أقول دي نمرة 10 في السؤال المقالي. يبقى هقول 2 جا س تساوي جا 30 طبعا بنص جتا 60 بنص زائد جتا 30 بجذر 3 على 2 في جا 60 بجذر 3 على 2. يبقى يساوي نص في نص طبعا بربع زائد جذر 3 بجذر 3 ب3 و2 في 2 ب4. يبقى ربع زائد 4 تديني 1 صحيح. يبقى 2 جا س يساوي 1. يبقى جا س هتساوي نص. إذا قياس زاوية س هتساوي 30 درجة. السؤال 11 بيقول لي إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف أ ب حيث أ س ناقص 2 وصاد وب سالب 2 و3 أوجد قيمة س زائد ص. هنا بقول إن نقطة الأصل اللي هي 0 و0 هتساوي س ناقص 2 زائد سالب 2. يعني بجمع السينات بتاع الألف مع السينات بتاع الب وأقسم على 2 حطهم في قوس كده وصاد زائد 3 على 2. يبقى بساوي الإحداث الأول بالأول والإحداث الثاني بالثاني. يبقى هنا هقول س ناقص 4 على 2 تساوي 0. يبقى س ناقص 4 هتساوي 0. يبقى س هتساوي 4. ادي قيمة س. نيجي للصاد. صاد زائد 3 على 2 هتساوي 0. يبقى صاد زائد 3 تساوي 0. يبقى صاد هتساوي سالب 3. هو طالب مني ايه؟ س زائد صاد. يبقى هقول له اذا س زائد صاد هتساوي 4 زائد سالب 3 هتساوي 1. السؤال رقم 12 اثبت أن المستقيم المار بين نقطتين جذر 2 و3 و2 جذر 2 و4 يكون موازيا للمستقيم الذي معادلته جذر 2 صاد يساوي س زائد 4. طبعا عشان يكون المستقيمين متوازيين لازم يكون الميلين متساويين. يبقى هقول كده ميل المستقيم الأول يساوي صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. يبقى صاد 2 اللي هي 4 ناقص 3 على 2 جذر 2 ناقص جذر 2. يبقى هيساوي 1 على جذر 2. طيب ميل المستقيم الثاني هيساوي طبعا جذر 2 صاد يساوي س زائد 4. هقسم على جذر 2 المعادلة كلها. يبقى جذر 2 صاد على جذر 2 يساوي 1 على جذر 2 س زائد 4 على جذر 2. يبقى دول هيروحوا مع بعض. يبقى صاد هتساوي 1 على جذر 2 س زائد 4 على جذر 2. إذن ميل المستقيم هيساوي 1 على جذر 2. طالما طلعت ميل المستقيم ب1 على جذر 2 وميل المستقيم الأولاني 1 على جذر 2 أقول بما أن م 1 يساوي م 2 يساوي 1 على جذر 2. إذن المستقيمان متوازيان. طيب بيقول لي نمرة 13 اثبت أن النقط أ هنساوي 1 وب 3 سالب 7 وج 1 وسالب 1 و3 ليست على استقامة واحدة. ليست على استقامة واحدة إما أجيبها بقانون البعد
إن أنا أجيب بعد أ ب وبعد ب ج، وبعد أ ج هلاقي إن أ ب زائد ب ج لا تساوي أ ج، يبقى دول ليسوا على استقامة واحدة. إما أجيبهم بقانون الميل، إن أنا أجيب ميل أ ب وده الأسهل، أقول ميل أ ب يساوي -7 -1 على 3 ناقص 5 يساوي -8 على -2، السالب مع السالب هتديني 4. طيب ميل ب ج يساوي 3 -7 على 1 ناقص 3 يساوي 10 على -2 يساوي 5 -5 عفوا -5. أقول بما أن ميل أ ب لا يساوي ميل ب ج، إذن أ وب وج ليست على استقامة واحدة. 14 بيقول لي مثلث س ص ع قائم الزاوية في ص، س ع تساوي 10 س ص 8، أوجد طول ص ع. طبعا في الحالة دي برضو برسم المثلث، أدي س ص ع قائم الزاوية في ص أهو، س ع تساوي 10 تمام، وأدي س ص 8 سنتي، يبقى أنا أقول على طول ص ع في س غرس هتساوي 6 سنتي. عارفين طبعا جت ازاي. بعد كده هو طالب مني ايه؟ بيقول لي اوجد طول ص ع، يبقى طول ص ع اديله على اكتب له القانون، اقول له ص ع يساوي الجذر التربيعي ل س ع تربيع ناقص س ص تربيع يساوي الجذر التربيعي ل10 تربيع ناقص 8 تربيع، يعني الجذر التربيعي 100 ناقص 64 يساوي جذر 36 اللي هو 6 سم. وبعدين بيقول لي أوجد قيمة 4 ظ س، 4 ظ س زائد 5 ج ع. 4 ظ س بكام؟ المقابل على المجاور، يبقى 4 في 6 على 8 ماشي، زائد 5 ج ع المقابل على الوتر 8 في 8 على 10، يبقى يساوي دي على 4 فيها 1 على 4 فيها 2، يبقى 6 على 2 فيها 3 زائد على 5 فيها 1 على 5 فيها 2، 8 على 2 فيها كام؟ 4، يبقى تساوي 3 زائد 4 يساوي 7. رقم 15 يقول لي أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة 1 و3 ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45. طبعا أقول له أول خطوة ظ 45 يساوي 1. طيب يبقى المعادلة الخط هتبقى إذن المعادلة تكون على الصورة ص هتساوي س زائد ب. طيب وبما أن النقطة 1 و3 تنتمي إلى المستقيم، إذن فهي تحقق معادلته. يعني تحقق معادلته، يعني إذا عوضنا عن السين ب1 لازم الصاد تطلع ب3. طب هو عاطيني السين والصاد، يبقى أقدر أطلع البي بسهولة جدا. يبقى أنا هقول 3 هتساوي 1 زائد ب، 3 اللي هي قيمة الصاد من النقطة، و1 اللي هي قيمة السين، والب هي اللي هي أنا عاوزها، يبقى إذا ب على طول هتساوي 2. يبقى المعادلة هتبقى تساوي ص
يساوي س زائد 2. نمرة 16 والأخيرة بيقول لي اثبت أن المثلث الذي رؤوسه أ وب وج قائم الزاوية ثم أوجد مساحة سطح. دي طبعا هجيبها بقانون البعد. هقول طول أ ب يساوي الجذر التربيعي ل 3 ناقص 4 كل تربيع زائد 2 ناقص 5 لكل تربيع، يعني يساوي الجذر التربيعي ل1 زائد 9 يساوي جذر 10 سنتي أو وحدة. طيب طول ب ج يبقى هيقول الجذر التربيعي ل4 ناقص 2 كل تربيع زائد -3 لكل تربيع، يبقى دي 4 ناقص 2 2 تربيع ب4 -3 تديني -6 لكل تربيع تديني 36، يبقى تساوي جذر 40 سنتي أو وحدة. طيب طول أ ج الجذر التربيعي ل 4 ناقص 5 كل تربيع زائد -3 -4 كل تربيع، يبقى تساوي جذر التربيعي ل1 زائد 49 يساوي جذر 50. يبقى أنا هقول له بما أن أ ج تربيع يساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، وأفسرها له كده أقول له جذر 50 كل تربيع يساوي جذر 10 كل تربيع زائد جذر 40 لكل تربيع، يعني 50 هتساوي 10 زائد 40. إذن المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب. طيب لو أنا رسمت المثلث ده اهو أ ب ج، هيبقى ده هو أ ب بجذر 10 ب ج بجذر 40 أ ج بجذر 50. يبقى عندي القاعدة هي ب ج والارتفاع أ ب، أو القاعدة أ ب والارتفاع ب ج هي. يبقى أقول له إذن مساحة سطح المثلث تساوي نص في جذر 10 في جذر 40، يعني نص في جذر 400 وجذر 420 يبقى نص في 20 تساوي 10 سنتيمتر مربع أو وحدة. كده خلص الامتحان. في النهاية لو كنت استفدت من الفيديو وانت أول مرة بتشوفني تدعمني بالاشتراك في القناة واعمل إعجاب بالفيديو واعمل شير لصل أكبر عدد من الطلاب. شكرا ليكم، كان معكم مستر عيد سالم.